السلام عليكم. لو انت مريض سكر من النوع التاني والسكر بتاعك بيرتفع قوي في تحليل الصايم بيبقى 150 او 180، يبقى الفيديو ده ليك. وبرضه لو انت من النوع اللي تاخد دواء ودواء السكر ما بيعملش نتيجة معاك والسكر بيفضل عالي، برضه الفيديو ده ليك. وانت لو بتعمل ريجيم وما بتاكلش سكريات خالص ومش نافع معاك وبرضه السكر عالي، يبقى الفيديو ده ليك. في سنة 2021 اليابان قدرت تخترع دواء يعالج الحالات دي كلها. ازاي؟ الكبد بيحول الدهون والبروتينات إلى سكر، وخاصة بقى في فترة المجاعة، فترة الصيام، فترة طويلة في وقت الفجر الكبد بيبتدي يحول الدهون والبروتين الى سكريات، لان الجسم طبعا السكر بالنسبه له مهم جدا. فحتى لو انت ما بتاكلش سكر من بره، الكبد بيتصرف في الدهون والبروتينات اللي موجوده في الجسم وبيحللها الى سكر. اليابان بقى في سنه 2021 وبعدها الهند في 2022 اخترعوا دواء جديد اسمه ايمجليمين. المصري بتاعه او الاسم التجاري في مصر اسمه ايمجلسباير. الايمجلسباير ده بيشتغل على الكبد ويمنع الكبد انها تنتج سكر. فبالتالي المريض اللي عنده الحالات دي كلها هيتعالج بالدواء ده الايمجلسباير طبعا عن طريق الطبيب، وبيجيب معاه نتائج كويسه جدا وبيتاخد مرتين في اليوم. نظبط مع الطبيب لو احنا عندنا الحالات دي، وان شاء الله هيكون الشفاء باذن الله من عند ربنا. السلام عليكم.